الحدوتة دي بتقول لك إن حتى السيجارة رزق. كنا في رمضان وحصلت حالة وفاة لوالد حبيبي وأستاذي والمهندس بتاعي في الشغل، بالصدفة هو من المنصورة برضه، قُلنا خلاص هنسافر كلنا نحضر العزا طالما ما لحقناش الجنازة. كان أياميها الموبايلات لسه جديدة وعشان تشحن موبايل بتروح مشوار، أنا خدت مشوار ده في اليوم ده بتاع 6 مرات قبل ما نسافر، والطريق كان زي الفل، قُل زي الفل وخلاص. طيب أشحنه ليه؟ خلّي بالك إحنا مسافرين على المنصورة في الصيام، يعني هنفطر الأول في البيت عندنا وبعدين نطلع العزا بعد الفطار. حاولت أتصل من التليفون الأرضي على المحافظات ما كانش فيه. المهم الناس جُم وطلعنا على المنصورة وعرفت أتصرّف وأشحن الموبايل، بس التليفون اللي في البلد مش شغال، لا عندنا ولا جارنا ولا عند عمي اللي هو في البيت اللي جنبنا ولا في البيت اللي جنبه ولا في أي بيت. أتاريهم كانوا بيعدّلوا خطوط التليفون في البلد كلّها فما فيش خدمة. أنا بقى وشّي جايب ألوان طول السكة. وصلنا البلد على أذان المغرب، إخواتي كانوا بيتغدوا برّه، فوالدتي ما عملتش أكل، لأ وحتى الأكل اللي كلوه وال والدي ووالدتي كانوا خلّصوا الأكل اللي موجود في البيت. والدتي زعقت لي ساعتها بس أنا أعمل إيه يعني؟ والدي بقى كان عاقل وهادي، قال لي: "بس في إيه أكل هنا؟ بيض وخضار وكلام من بتاع الفطار ده." والناس فاهمة بقى. وبعدين افتكر علبة السجاير، أتاري لمّا لقوها في العربية حطوها في التلاجة، وكان معايا 2 مدخنين فجاب لهم السجاير. مارلبورو كانت ترند أياميها، انسجموا بيها أوي. ما فاضلش غير الغلبان السواق اللي هيرجع جعان ده. المهم رُحنا كان كلنا العزا معاه ومعانا والدي وقضينا الواجب، فاحمدوا ربنا على نعمة الاتصالات اللي إحنا فيها النهارده.